بص يا اخي، الله جميله يا اخي. جمدان. بص الشوكولاته جوه، وهي بجد متروسه شوكولاته من جوه، بس انا قلت له سيبها لي ساقعه ما تسخنهاش. كل دي شوكولاته جوه متروسه. البنات هيعجبها الحوار ده قوي. ونخش على الفور سيزون وافل، وانا عارف انك نفسك راحت له خد يا عم، خد يا عم، خد خد. وقطعه رباع ودوس بايدك كده يا عم النبي عربي. احنا اللي عملنا الوافل بيتزا. ميكس الوايت شوكليت مع البلو بيري. هو البلو بيري هنا اصلا جامد، يعني على طول كل ما باجي باكل بلو بيري. ونبدا باللوتس عشان عجبني في الايس كريم. بعد كده البيستاشيو اللي قل خيره من ساعه ما بقى اسمه بيستاشيو. عجينه الوافل نفسها جامده قوي، واللي هيجي هنا تبعي هيتروق عليه بال 20% وكمان بالجوده والطعم. ونخش على اخر ربع وهو الشوكليت بندق. طعم البندق مع الوافل مزيكا. تيجي هنا وتقول لهم انك تبعي هيروقوا عليك. وده بقى لزوم الترطيب والترويق على النفس، وان الانسان يكسر التجزيعه اللي عملها لنفسه دي. استروبري مخيطو في اللذيذ منه يا اخي، ودي بجد لزوم الروقان. الروايات المالديف يا جدعان. وعشان توصل المكان لو جاي من عند ميدان المساحه او اخر شارع فندق سفير، ولو جاي من عند سمير وعلي اول ما تعدي الشارع هتلاقي المكان.